بسم الله. الله يسعدكم حبايب قلبي. إذا بدكم وصفة دجاج بالكريمة والفطر تعتمدوها على طول وطعمها رهيب وبمكونات بسيطة، وأهم شي بتخلي صدر الدجاج مو ناشف من جوا. أنا جربت كتير طرق وبالآخر اعتمدت عليها. مشوا معي نحضرها سوا وخليكم للنهاية وشوفوا كيف رح تطلع. بنقول بسم الله وخلينا نبلش بالفيديو. بدي صدرين دجاج بشرحهم بهي الطريقة. ولا بنبلش بالتتبيلة. بدنا معلقة صغيرة فلفل أبيض، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كزبرة يابسة، ونص معلقة صغيرة هيل بودرة، ودي معلقة طعام خل تفاح. بخلطهم منيح وبحمل المقلاية. بحط معلقة طعام زبدة حيواني ومعلقة طعام زيت زيتون. بخليها تحمى منيح على الغاز. وبحط صدور الدجاج عليها هلا. خليها تتشرب منيح بالزبدة والزيت. وبخليهم من 20 ل 25 دقيقة مع التقليب. بلش بقلبهم كل 5 دقايق بنعملهم تقليبة. وهلا بعد 25 دقيقة بنفضيهم بصحن. وهلا بنحضر 7 حبات فطر فريش مع بصلتين بفرمهم فرم ناعم، و6 اسنان توم، 3 بقطعهم شرايح و3 هرس. وبنحطهم بالمقلاية معلقة طعام زبدة ومعلقة طعام زيت زيتون. وهلا بنحطهم كمان مشان نقليهم. وهلا بدنا نحط كريمة الطبخ 500 ميلي، هي كل وحدة منهم 250 ميلي. بنحطهم فوق الخضرة. هون بدي خليهم على الغاز من 12 دقيقة ل 15 دقيقة. وبحط معلقة ملح صغيرة ومعلقة فلفل صغيرة كمان. بخلطهم منيح. وبلش بحط الصدور هلا فيهم. بخليهم يتشربوا منيح بالكريمة. وهلا ببلش بالتقليب. بقلبهم مشان يتشربوا منيح بالكريمة، ما يطلع ناشف الدجاج من جواتهم. وهلا بغطيهم وبخليهم على الغاز من 20 ل 25 دقيقة. وهلا بعد 25 دقيقة بحط بقدونس فوقهم. وطبخت أنا قدامه الرز
وبالنسبة للرز أنا حطيت له ربع معلقة صغيرة كركم مشان يعطي هذا اللون. وبلش هلا بسكب الدجاج. يا ويلي للريحة اللي طالعة منهم، والله يا ريت تكون جنبي بس. حط فوق شوية فطر مع الصوص. اشتركونا بالقناة يا جماعة، اعطونا لايك، تعليق. بسم الله.